السلام عليكم ورحمة الله. عاجل: باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي قيد التحقيق بتهمة الاغتصاب. بصراحة هذا الخبر كان مفاجئ ومتوقع، بما أنه كاين خلافات ما بين فرنسا والمغرب، فأكيد غادي نترقب من أي واحد مشهور، وأي يعني نفس السيناريو تيتكرر، نفس الخطة، نفس سبحان الله. باريس أصبحت معقل مافيات إسقاط النجوم بكل صراحة. يعني خرجت لنا اليوم لو باريزيان بهذا الخبر هذا. يعني الخلاصة تقول بأن ذهبت شابة إلى مركز الشرطة في نهاية هذا الأسبوع، حيث قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل لاعب باريس سان جيرمان، وبحسب ما ورد رفضت تقديم شكوى، لكن ادعاء تولي القضية. مشات تكلمت، فرغت ما فهمتش شنو المقصود بأن تمشي لمركز الشرطة اللي مكانش باش تقدم شكوى. ما بغاش تقدم شكوى بما أنه مشهور ولاعب، فالادعاء هو اللي تولى القضية. أشنو وقع نهار السبت؟ قبل تعرفوا على الانستغرام، تعرفوا، هضرت معاه في الخواص وداروا باش يتلاقاو، ومن بعد مشات معاه للدار. مني مشات معاه للدار خرجت الأمور عن السيطرة حسب كلمة الشابة، وبحسب ما ورد قبلها المغربي الدولي على فمها، وخلع ملابسها وقبل ثدييها رغم احتجاجاتها، كما تدعي أن الرياضي ارتكب اختراقا رقميا على الرغم من احتجاجاتها. اسمحوا لي راني أنا هذه فقط ترجمة جوجل: اختراقا رقميا على الرغم من احتجاجاتها مرة أخرى. كانت الضحية الشابة قد تمكنت أخيرا من تحرير نفسها من مهاجمها بدفعه بعيدا بقدمها بعد إطلاق سراحها. كانت سترسل بعد ذلك رسالة نصية قصيرة إلى صديق جاء ليأخذها. نفس السيناريو ديال لورا، حتى هي مشات يوفو خرجت كتبت للصديق ديالها رسالة. هذاك هو الميساج، الترجمة ديالو هي تمت المهمة بنجاح. في نهاية هذا الأسبوع حرم لاعب كرة القدم من مباراة باريس سان جيرمان. كان أشرف حكيمي الذي يعاني من ألم في الفخذ منذ كأس العالم قد خسر بالفعل الأسبوع الماضي ضد ليل بعد التخلي عن مكانه خلال مباراة ضد بايرن ميونخ. في نهاية هذا الأسبوع كان من الواضح أن الجانب الأيمن كان بمفرده في المنزل. كانت زوجته وطفلهما في إجازة في دبي. للأسف الشديد فرنسا غدا في الخسران. مشكلة كبيرة هذه. يعني كل مرة غنسمع نفس هاد الأخبار هذه، نفس الأخبار. غيكون شعارنا هو شارة التضامن. عرفتوا هذيك شارة التضامن؟ هذاك هو الشعار ديالنا. لازم ملكنا يعمل صفقة 6 أشهر أو 5 أشهر مع محامية جوني ديب، لحقاش هادشي اللي غيكون هذا غير هاد القضية هادي. و فكرت في حكيم زياش، ربي يحفظو، اللي ما مشاش لباريس سان جيرمان. كان غيوقع ليه شي مشكل خايب، وهو مسكين ديما متبوع بالاشاعات وبسميتو، كان غيوقع في شي مشكله خايبه وكبيره بزاف. سبحان الله. ولو اننا تقلقنا على انه ما مشاش، كانت خير ليه. سبحان الله. لا تنسوا الاشتراك والاعجاب في القناه لدعمها، حتى نشوفوا من بعد، نشوفوا كيفاش هاد الادعاءات ديال هاد الفتاة. إلى فيديو قادم إن شاء الله.